ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ده كان جزء من الحلقة الأولى من الكورس الرسم للمبتدئين، وده كان بيعلمنا ازاي نرسم الخطوط بكل أشكالها وكل الأشكال الهندسية. طيب دلوقتي احنا هندخل المفروض على الحلقة التانية من الكورس بتاعنا، وهو كورس للرسم للمبتدئين. فيلا بينا، وهنبتدي بأول شكل وهو الدايرة. قررت ارسم الكورة. واول حاجة هنرسم الدايرة. بصوا انا ماشية ازاي بالراحة. بصوا انا عايزه اقول لكم على حاجه، اي حد هيجي يقول لي انا الدايره دي صعبه، انا مش عارفه ارسمها، دي مش بتطلع معايا على طول. اي حاجه لو اتدربنا عليها كتير صدقوني هتبقوا شاطرين فيها جدا، وهتبقوا مميزين فيها. هي الفكره كلها التدريب الكتير. فانا دلوقتي بقسم الكوره لاربع اجزاء، عشان لما اجي ارسم في الكوره الاشكال اللي جوه الشبه تقريبا شبه السداسي شويه، فتبقى مظبوطه لحد ما. عايزه اقول لكم بجد الرياضه حاجه مهمه جدا 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 لصحتنا النفسيه وصحتنا الجسديه، وبتخلينا ناكل كويس، بتخلي عندنا طاقه ايجابيه. بيبقى عندك قدره انك تعمل اكتر من حاجه، ما تبقاش حاسس انك كسلان مش قادر. بيبقى عندك هدف، بتخليك تنظم وقتك لو بتذاكر او بتشتغل او في المدرسه مثلا. فبتخليك عندك وقت انت عارف ان الوقت ده لازم تلعب فيه رياضه علشان ما تجيش على حاجه تانية. وتخليك تتعرف على ناس جديدة. لا الرياضة دي فايدتها كبيرة جدا يا جماعة بجد يعني. عايزاكم بقى تكتبوا لي في الكومنتات مين فيكم بيشجع نادي ايه، وبتحبوا انهي نادي اكتر، وبتلعبوا كرة ولا لا. طب وتعملوا، هل انتوا بتلعبوا رياضة معينة، ولا بتحبوا تلعبوا كرة بس، او بتحبوا تتفرجوا على المطوشة بس؟ فعايزاكم كده تشجعوا كده وتكتبوا لي في الكومنتات ونتكلم شوية مع بعض. يا ريت نبعت الفيديو لأكبر عدد من صحابنا عشان أكبر عدد يستفيد ويتعلم معانا في الكورس ده. سيبكم بقى شوية تركزوا في الرسم، ونرجع كمان شوية نتكلم مع بعض. بعد ما رسمنا الكورة جت مرحلة التحديد، فبنحدد الأول عشان الحاجة بتظهر قوي لما بنحددها، وفي نفس الوقت نبقى عارفين ايه الأماكن اللي احنا هنلونها صح. عايزاكم تكملوا الفيديو للاخر علشان هقول لكم على حاجه مهمه قوي 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 تخص الكورس. فعايزاكم تركزوا قوي في اخر الحلقه وتسمعوا كويس قوي اللي انا هقوله في الاخر ان شاء الله. يا ترى بقى كام واحد دلوقتي بيرسم معايا الكوره بيحب الكوره؟ ويا ترى بتشجعوا نادي ايه؟ فيا ريت استناكم تكتبوا لي في الكومنتات كل واحد بيشجع نادي ايه. متنسوش تشيروا الحلقه على قد ما تقدروا عشان اكبر عدد يستفيد ويعرف يتعلم معانا ازاي يرسم دايره. سيبكم بقى كده تركزوا وانتوا بتلونوا الكوره.
يا رب تكونوا مستمتعين وانتوا بترسموا وانتوا كمان بتلونوا، وتكونوا مستفيدين من الكورس اللي احنا شغالين فيه. واي حد نفسه يتعلم حاجه، في حاجه واقفه معاه، ياريت يكتب لي في الكومنتات. واي حد محتاج اي حاجه يبعت لي على صفحه الفيسبوك، وهحط لكم برضو اللينك بتاعها في البايو. بما انها كرة قدم، فاذا بيلعبوا فين؟ بيلعبوا على النجيلة في الملعب. فقلت بالمرة ارسم بقى شوية نجيلة كده باللون الاخضر. ممكن تلونوها باي لون اخضر عندكم. الحاجة المهمة اللي انا كنت عايزة اقولها لكم في اخر الفيديو، وهو ان الاول سيشن خدناها عن الكورس للمبتدئين في الرسم، ان كل الاشكال الهندسية والخطوط اللي احنا رسمناها هنطبقها في كل حلقة لوحدها، هنطبقها بشكل زي ما عملنا في الدايرة. فعايزاكم تركزوا معايا في الحلقات اللي جاية ان شاء الله. يا رب تكونوا استفدتوا من الحلقة التانية في الكورس بتاعنا للمبتدئين في الرسم. واستنوا بقى بقية الحلقات ان شاء الله. باي باي.